المنافق لا يطعن مباشرة، لابد أن يظهر الحزن. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الواو هنا واو الحال، لو أطاعونا ما قتلوا. إحنا نصحناهم لكنهم مع الأسف يبدي الحزن الكاذب ليبرر الطعن. فالله يرد عليهم برد عجيب جدا، لم يناقشهم في مسألة أنهم نصروا حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون حقه فهو شهيد. حقهم تلوم الضحية وتخذله عن المطالبة في حقه بدلا من أن تلوم من خذله. هذا فعل المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ماذا رد الله عليهم؟ قل لهم يا محمد فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا رد عجيب، رد عجيب، إنه يعدل كفة الميزان الذي نزن به الحقائق. الحياة ليست مكسبا، فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتم أيضا ستموتون. إذن الحياة ليست مكسبا، الحرية هي المكسب، الإيمان هو المكسب، المطالبة بالحق، الشجاعة، الدفاع عن الدين والنفس والعرض والوطن، هذا هو المكسب. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هل يعلم المنافقون هذه المعاني؟ ولكن المنافقين لا يعلمون.